السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنشاهد هاتريك وسام ابو علي ثلاثيه ضد فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري ابطال افريقيا العام 2024 2025. هنلاحظ هنا ان بدايه الهدف الاول الكره مع اللاعب عمرو السوليه اللي بيلعب كره اماميه تصل الى اللاعب حسين الشحات. ماشي بالكره حسين الشحات اللي بيلعبها كره اماميه لتصطدم بمدافع فريق شباب بلوزداد، لتصل الكرة إلى أسامة أبو علي اللي بيلعبها على الطاير، كرة رائعة تمر من أعلى حارس المرمى اللي بيحاول أن يصدها محرزا الهدف الأول له في هذه المباراة. هنا نشاهد الهدف من زاوية تانية. هنا الكرة مع حسين الشحات، وهنا أسامة أبو علي بينطلق اتجاه المرمى ومع مدافع فريق شباب بلوزداد. نزلت الكرة مع حسين الشحات اللي بيلعبها وتصطدم بالمدافع وتصل كرة على الطاير بيلعبها أسامة أبو علي بطريقة رائعة، لم يستطيع حارس المرمى أن يصدها في هذه اللحظة. وهنا هنشاهد الهدف الثاني لصالح وسام أبو علي. هنا هنلاحظ إن في ضربة ثابتة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء، والتي يتميز بها وسام أبو علي اللي بيلعبها تسديدة قوية صاروخية على يمين حارس المرمى، محرزا الهدف الثاني له في هذه المباراة. كرة رائعة من وسام أبو علي، تسديدة رائعة. وهنا هنشوف الهدف من زاوية تانية. هنا لحظة التسديدة القوية الصاروخية التي لم يستطيع حارس مرمى فريق شباب بلوزداد أن يصدها. كرة قوية جدا، لحظة من زاوية تانية على يمين حارس المرمى، محرزا الهدف الثاني له في هذه المباراة. وهنا هنشاهد الهدف الثالث لصالح وسام أبو علي في هذه المباراة. هنا الكرة مع وسام أبو علي خارج منطقة الجزاء، وهنا مدافع شباب بلوزداد المفروض كان يضغط عليه ولكن لم يضغط عليه. وهنا يقوم وسام أبو علي بتسديد كرة قوية جدا أرضية على يمين الحارس، لم يستطيع صدها أيضا، محرزا الهدف الثالث له من تسديدة قوية جدا. وهنا نشاهد الهدف من زاوية تانية. هنا اللاعب مروان عطية يضغط على لاعب شباب بلوزداد واستخلص منه الكرة، لعبة أمامية. وهنا إمام عاشور تصل إلى الكرة قبل محاولة المدافع هنا أن يصل إلى الكرة، ولكن إمام عاشور بيستطيع يلعبها من لمسة واحدة اتجاه وسام أبو علي اللي يستلم الكرة بتسديدة أرضية لم يستطيع هنا حارس المرمى من صدها، وحرزا الهدف الثالث له في هذه المباراة. والجدير بالذكر بأن هذه المباراة انتهت بفوز تاريخي وبنتيجة كبيرة بنتيجة 6 أهداف لهدف ضد فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا العام 2024 2025. وفي النهاية أتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من مشاهدة أهداف المباريات القادمة وتحليلها. شكرا لكم.